ايوه عامل ايه؟ كله تمام. اورك في الكرفان ولا ايه؟ يلا بينا. دلوقتي احنا في الكرفان، فاول سؤال طبعا عايز اعرف الكرفان بيمثل لك ايه؟ المكان اللي انا اقعد فيه وافصل بقى من كل حاجه، ولو عندي حاجه عايز افكر فيها ومش عايز حد يزعجني كده ممكن اقعد هنا افكر. بس انا عاده انا مش الشخص اللي بيحب يقعد هنا كتير، بقعد انزل اتعامل مع الكرو عشان الكرو في الاول وفي الاخر من اهم الحاجات في التصوير. اتعرف عليهم واشوف اسمهم ايه واتعامل معاهم كده. ما بحبش اثبت في مكاني، زي ما انت شايف قاعد احرك رجلي لازم. الراجل ده هيوصل يا جماعه. في اجواء بقى الكرفان والجيران بتوع الكرفان، مين اكتر ناس بيعملوا جو بقى من الكاست على طول؟ في الجزء اللي فات بقعد مع حمزه كتير قوي، فبقينا انا وهو في كرفان بنعمل الجو وبنشغل اغاني وبنبقى قاعدين بنتكلم على حاجات بقى بجد مهمه بالنسبه لنا. ايه المهم بالنسبه لك؟ لا يعني حاجات الحياه بقى، يعني ممكن نتكلم على علاقات مع ناس عموما، مش لازم بقى أوكي. رومانتك، يعني بنتكلم علاقات. وانا بص عندي مشكله في المدرسه كذا او عندي دور بفكر فيه mostly personal عشان بالظبط. يا بس لما يبقى عندك مثلا حاجه اعلان او عندك مسلسل او عندك دور او كده تاخدوا راي بعض. طبعا البريك بتاعك كان ايه البريك بتاعك كده؟ بيضحك. بص هفركش بقى، فالصراحه طلبت ستيك وبطاطس. ايه اكتر حاجه مختلفه في الكاركتر بتاعتك في الجزء الثالث عجباك ومستمتع وانت بتعمل الكاركتر؟ انا مستمتع اولا في التطورات من ناحيه اللغه، ما بقاش يتكلم انجليزي قوي، وبرده مالي مركزه. يعني انتوا هتشوفوا حاجات كتير مع فريده وبرده مع سلمى، يعني هو مالي مركزه ده. فريده الجزء الثاني ما كانش هيعمل الكلام ده او ما كانش يستوعب انه يعمل الكلام ده. فلا انا مبسوط بشخصيته، بيتطور وبيبقى راجل كده في نفسه، يعني مالي مركزه. مالك بقى ايوه في الثلاث سنين دول تطور ازاي وحاسس ان هو بقى احسن في ايه واتعلم ايه وعمل ايه؟ يعني انا بدات المسلسل ده وانا 13 سنه، خلاص هبقى 14 وانا السنه الجايه هبقى 18، فانا خلاص يعتبر يعني كبرت في المسلسل. لا انا طلعت بطاقه خلاص يا ولد. انا المسلسل ده كبرت فيه، يعني كبرت واتربيت معاهم يعتبر. انا في الاول كنت خجول قوي، بخاف بتكلم كده، وبقيت بعرف اتكلم. انا عندي مشكله ان انا باكل الكلام شويه، فبحاول اتحسن في الموضوع لا ده. بس انا من السنه اللي فاتت لما عملنا حلقه مع بعض دلوقتي بجد يا مالك، فلا انت تطورت وكبرت الحمد لله. واتعلمت. انا خدت ورش اصلا، فبحاول دايما يعني تطور. بحاول. مش هي الورش اللي هتساعدك قوي أوكي. بس طبعا بتساعدك لحد ما، بس برضه لازم تيجي تمثل وتشوف الدنيا يعني دي الحاجات اللي لازم تتعلمها وتعرف تتعامل مع الناس وكده. فريد بقى هو قاعد في الكرفان نازل عنده سين جامد جدا، هيقعد بقى مسك الورق ويقعد بقى ولا يراجع وريهرس وكده. لا مش هيبقى عنده وقت يعمل الكلام ده. الناس هيقعد يفكر طب الناس هتقول ايه وانا لو قلت الجمله دي وقلشت مني هعمل ايه. بس لا في الجزء الثالث هتشوفوا ان هو مش هيعمل كده، بس الجزء الثاني والاولاني كان بيعمل كده، والجزء الثالث انا مش حاسس انه هيعمل كده. مش هيعمل كده. دلوقتي الجمهور ما جازتش في كرفان، معانا شويه اسئله. بيقول لك فريد كان داخل في كلاس رومانس مود في الجزء اللي فات، يا ترى مالك كمان في الحقيقه لما يبقى عنده كراش على حد بيبقى رومانسي وكده، ولا بيبقى بيتكسف، ولا بيدخل على طول مش بيفرق له حد؟ لا انا اكيد بتكسف. انا الصراحه بتكسف، بحاول اتطور بقى في دي بقى، بس انا لسه بحاول اتحسن. بس انا يعني احب اقول ان انا رومانسي شويه، ما لقيتش حد لغايه دلوقتي خالص. ممكن حد بقى يتفرج، ممكن ما اعرفش. لما بتحس انك حبيت حد بتتصرف ازاي، وايه اللي بيخليك اصلا تحب حد؟ مش عارف، انا بالنسبه لي طبعا انت كليشيه انك تقول الشخصيه، بس فعلا الشخصيه مهمه طبعا. بس اللوكس بتساعد، بس البرسوناليتي هي اهم حاجه. فانت لو البرسوناليتي بتاعتك مش يعني ما اقدرش اقعد معاك واحس ان انا افكر قبل ما اتكلم كده، مش هبقى مرتاح معاك. لو انا مع اللي انا مرتاح معاه لازم ابقى اتكلم، ما اخافش اللي هيحصل بعديها واضحك معاه. يعني دلوقتي في المسلسل فريد اكتر واحد بيفهم في التكنولوجيا بين اخواته. هل انت زيه هاكر بقى وبتفهم في الاي اي وفي التكنولوجي وفي الكلام ده، ولا نص؟ هقول لك الصراحه في الهاكينج ما بفهمش حاجه، بس في الاي اي يعني انا بيعمل لي الواجب والكلام ده. انا مش المفروض اقول الكلام، بس هو شات جي بي تي هو اللي بيحل لي الواجب وبيعمل لي كله. عشان لو مدرسين ما بيتفرجوا ولا حاجه بقى بهزر يا جماعه. هو قال لي اقول الكلام ده بهزر على مسؤوليتي الشخصيه. with or against البنت اللي اخويا او صاحبي معجب بيها حتى لو ما فيش اي ريليشن شيب ما بينهم، ما ينفعش يبقى عندي اي مشاعر تجاهها؟ اكيد with. ده كده يعتبر قصه الجزء الثاني، احنا ما كناش عارفين. بس لو انا عارف ان اللي قدامي ده بيحب، يعني انت مثلا بتحب حد وانا عارف انك بتحبها، الطريقه الوحيده اللي ممكن تفهمها ان انت كده I'm going for عشان عارف انك انت بتحبها. الكاست عندكم حاسه زي العيله، فالعيله دي بقى قدرت تتكون ازاي من سيزون 1 لسيزون 3؟ وهل انتوا بره الكاركترز بتاعت عندكم جروب مثلا مع بعض
او بتخرجوا مع بعض او حتى بتكيب ان تاتش مع بعض؟ احنا في فركش في الجزء الثالث 3 سنين من حياتي. حاسس اوفر شويه، زعلان جدا عشان دي فعلا في الاول وفي الاخر عيلتي، ومش بس بجد والله الكرو كمان انت ما بتشوفش، بس احنا فعلا كده مع الكرو برضو، وبنحب نعمل مش بس عشان نعمل اداء كويس لينا، احنا عشان عايزين نعمل احسن حاجه وعايزين نشتغل مع بعض نعمل احسن حاجه. فصعب انك ما تبقاش عيله بعد ما انتوا تعوزوا تشتغلوا مع بعض للدرجه دي. وانا بحبهم قوي وزعلان قوي ان احنا خلصنا الجزء الثالث، وطبعا انا نفسي اخرج معاهم، دول بجد دول اخواتي مش صحابي بس. ولو بقى ايه هتاخد الكرفان اللي هي الاتوبيس اللي احنا قاعدين فيه ده وهتقضي بيه يوم في الصحراء، يوم واحد، مين الشخص اللي هتاخده معاك؟ وهو اكيد حمزه دياب. انا جاوبت اوكي صح ولا غلط؟ صح. ايه الحاجات اللي هتاخدها معاك بقى؟ اكيد لازم ناخد سبيكر في الكرفانه، مش حلو. سبيكر بس لازم ناخد سبيكر. لازم نجيب فرشه سنان ومعجون سنان، انا ما بطيقش طب انت في حاجه انت كمالك عايز تقولها كممثل كسيلبرتي صاعد رايزنج، حاجه عايز ان شاء الله قدام توصل لها؟ والله انا عايز اقدم حاجات كويسه مش اي هبل، يعني انا عايز اقدم حاجات تعمل فرق في المجتمع، يعني قصص بجد ممكن الناس ريليت ليها. انا حاسس ان الجزء ده هيبقى احسن جزء وفي اكتر يعني كل التفاصيل مركزين فيها، ده اكتر جزء انا حاسس فيه. بس الحمد لله وان شاء الله خير، ويا رب يكون عجبكم. ومش عارف بقى فركش فركش انا مش عارف